بتخافي تعملي قصة البرنسيس بيطلع لِك بعد ما بتيجي تقصيها وأنتِ قاصة على الباترون بالضبط جنب أكبر من جنب، مش عارفة إزاي تتعاملي معاه. طب عايزة تحافظي على الباترون الأساسي وعندِك مشكلة لمّا بتيجي تقصي قصة البرنسيس بيطلع في القماش جزء أكبر من جزء، الحلقة دي مخصوصة علشانِك. النهارده هناخد مع بعض إزاي أطلّع باترون احترافي كأحسن باترونيست. التفاصيل الدقيقة دي هتكون معانا وأنا معاكم من أول مرة بيشوفنا. أنا جاكلين بولس، متخصصة في عمل الباترون والتصاميم للشركات والمصانع، وباشارككم بالخبرة بتاعتي أكتر من 10 سنين من خلال القناة. الحلقة النهارده جميلة واستنوني في الآخر هاقول لكم على موضوع مهم جدًا. كملوا معانا الحلقة وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. ويالّا نبدأ حالًا. النهارده هنعمل مع بعض القصة البرنسيس. زي ما احنا قلنا ان بنسة الصدر دي ممكن تتصرف، وطبعا ممكن تتصرف في اماكن مختلفة في الباترون بتاعنا. بنسة الصدر ممكن تتصرف في خط الجنب، ممكن تتصرف في خط الوسط، ممكن تتصرف في شكل قصة برنسيس زي ما هنشرح مع بعض النهارده. في حاجة عايزة أقولها، ده الباترون الأساسي اللي اتعلمنا من نعمله مع بعض. بس يا ترى هل كل مرة أنا محتاجة أستخدم الباترون الأساسي هاعيده من أول وجديد؟ لأ، في الحقيقة الأفضل والأسهل واللي بيستخدم في معظم الأتيليهات هو إن إحنا بنستخدم باترون أساسي، ده البيزك بتاعنا، بنكون ضابطين المقاسات بتاعته وبنطلع منه الباترونات والموديلات المختلفة. ممكن كمان نعمله تدريج مقاسات ونطلع منه فيما بعد مقاسات مختلفة، بس هنمشي مع بعض خطوة خطوة. الورق اللي معايا ده هو اسمه هو ورق شفاف كبير، بس بيتباع في المكتبات الصغيرة العادية باسم ورق زبدة، وممكن نشتريه من وسط البلد بالجملة، بيكون أسعاره كويسة جدا. كل الهدف إن احنا نحتفظ بالدرافت بتاعنا وما نعيدهوش كل مرة. طب أنا لما أجي أثبت، مهم جدا إني أثبت ورقة الشفاف بتاعنا بحيث إن أطلع كل النقط اللي على الباترون بشكل صحيح. زي ما احنا شايفين كده بنثبته بالدبابيس، مفيش دبابيس، ممكن نثبته بالسوليتاب بس يكون من النوع اللي بيتعامل مع الورق ما بيقطعهوش. طب ازاي بشفه بالطريقة بقى مظبوط؟ انا عندي فيه في الباترون في خطوط مستقيمة وخطوط كيرفات. الكيرف لما تيجي تشفيه باشِفّه بخطوط متقطّعة زي ما إحنا شايفين كده عشان يطلع مضبوط، ما امشيش بخط مستقيم. طب لو خط مستقيم ما فيش داعي من الخطوط المتقطّعة، بامشي بالمسطرة بتاعتي عادي جدًا. وزي ما إحنا شايفين علشان أطلّع الجيرو بتاع الكُم مضبوط، وده من أهم الأجزاء في الباترون اللي بتضبط لي شكل القطعة بتاعتي، هو ضبط الجيرو. باطلّعه زي ما إحنا شايفين خطوط متقطّعة كده مع بعض، والكمان لخط الجنب نفس الحكاية. يمكن أنا باهتم في الحلقات بتاعتي إني أقول تفاصيل إزاي بنقص، إزاي بنشِف، إزاي بنعمل كل التفاصيل الداخلية في الباترون، لإني كل ما بنتعب شوية في عمل الباترون وكل ما بنهتم بالتفاصيل الدقيقة بيطلع معانا الشغل في النهاية دقيق، وبيسهّل كتير جدًا علينا التشغيل، لإنه بتكون نفس المقاسات مضبوطة ونفس القطعة مضبوطة. كمان لو في حد حابب بعد كده إن هو يشتغل إن شاء الله يعني مع مصانع، فيبقى عارف إزاي بيطلّع الورق بتاعه بشكل مضبوط. لأن إحنا قُلنا إحنا سلسلة اتعلم صح بنحاول نتعلم كل الطرق اللي بتستخدم في الأكاديميات المتخصصة، بحيث إن إحنا نطلّع الشغل بتاعنا مضبوط. عايزين نعمله مباشرةً على الباترون ما فيش أي مشكلة خالص، لكن طبعًا الأفضل إن إحنا نحتفظ بالدرافت بتاعنا، أو يعني الباترون الأساسي بتاعنا، ونطلّع منه موديلات مختلفة. وبنحاول نجيب الخطوط الداخلية بتاعة الباترون، لإن هي بتساعدنا لمّا نيجي نضبط القصات اللي عايزينها يبقى على أساس مضبوط. زي ما إحنا شايفين شفّينا جزء الخلف، وبالمثل هنبتدي نتعامل مع باترون الأمام. عايزة بس أأكد، لو مش متاح الأوراق دي أو مش متاح الcurve والتفاصيل بتاعتنا أو الأدوات اللي بنستخدمها، ما فيش أي مشكلة خالص. ممكن نبتدي بأي ورق، لدرجة حتى لو ورق جرايد هنبتدي نشتغل عليه، ما فيش مشكلة. المهم إن إحنا بس نمشّي إيدينا ونطبّق عملي.
لكن زي ما قلت احنا بنحاول نشرح ازاي الباترون بيطلع، سواء انا شغالة مع نفسي او مع مصنع او ايا كان، بحيث انه يطلع معايا بشكل افضل. المهم ان احنا نشتغل، مش مهم الادوات تمنعنا ابدا. وانا شرحت قبل كده ازاي بنستخدم ادوات بديلة تأدي نفس الغرض. يعني ممكن حتى ابسط الاوراق نعمل عليها الباترون ونقصه، مفيش مشكلة خالص. ممكن نستخدم الكربون ونطبع الباترون على ورق تاني، في حاجة اسمها كربون، بنجيب فرخ الكربون عادي ونطبع التفاصيل بتاعتنا، مفيش أي مشكلة. المهم بس إن احنا نشغل إيدينا. وممكن طبعا في الأول، وده اللي بنصح بيه، إن احنا نعيد الباترون كتير لغاية ما يبقى سهل جدا بالنسبة لنا. لكن طبعا لو أنا بشتغل وبعمل لعملاء، فمش من المنطقي إني أقعد كل شوية أعيد لنفس العميلة نفس الباترون. عشان كده بس أنا بفضل نتعلم مع بعض، أو نبقى عارفين إزاي بس نطلع من الدرافت بتاعنا موديلات مختلفة بدون ما نعيد الباترون كل شوية. ومهم وأنا بشف بنسة الوسط إن هي نهايتها من أعلى تكون عند نهاية بنسة الصدر أمامها مباشرة، ولازم بنراعي وجود فرق 2 سنتي في بين بنسة الصدر وبنسة الوسط زي ما شرحنا قبل كده، لأن الجزء ده أنا بستخدمه في حدود الكيرف بتاعتي، بحيث إن تطلع القصة بتاعت البرنسيس ناعمة زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. دلوقتي هنبتدي نحدد حدود الكيرف بتاعنا، كيرف قصة البرنسيس. طب أنا عندي الكيرف بالشكل ده، لازم أعرف الوضع الطبيعي أو الصحيح للكيرف علشان تطلع معايا القصة مظبوطة. لأنه لو اتحط في وضع خطأ أو خدت الكيرف بتاعي خطأ، هيعمل فراغ غير مستحب في الصدر زي ما احنا شايفين كده غلط. ما نعملش بالطريقة دي الكيرف، لكن ننزله بنعومة جدا على نهاية بنسة الصدر زي ما احنا شايفين الجزء أكثر جزء مدبب في الكيرف هو اللي بيكون عند نهاية بنسة الصدر زي ما احنا شايفين، وبينزل على بنسة الوسط اهو. شايفين بالشكل ده الكيرف يطلع معايا ناعم، والقصة على الصدر من فوق تبقى نايمة على الجسم، ما تبقاش عاملة تجويف أو فراغ غير مستحب فوق الصدر، لا تبقى ناعمة جدا ونايمة على الصدر. زي ما قلنا التفاصيل دي مهمة جدا، ودي اللي بتفرق حد عن حد، لأن ممكن اتنين يتعبوا في الباترون نفس التعب، لكن نتيجة التفاصيل البسيطة دي يطلع باترون جيد وباترون تاني ضعيف. طب أنا دلوقتي عشان أقفل بنسة الصدر هعمل إيه؟ طبيعي لازم أقص الحدود بتاعة الباترون بتاعنا، لأن المفروض إن احنا دلوقتي هنقفل بنسة الصدر ونشوف مع بعض بنكمل إزاي. هنبتدي نقص، وبيطلع معانا ده الشكل النهائي للأمام بعد ما قصيناه. طب أنا عايز أكمل هنا القصة لغاية تحت، مش عايزة أقفلها بس لغاية بنسة الوسط، فهنكمل خط مستقيم من تحت بنسة الوسط الأسفل، بحيث إن احنا نقدر نطلع القطعة بتاعتنا. دي حدود البنسة بتاعتنا. هنقص مع بعض القصة على الحدود بتاعة الخط، ونحاول ما ناكلش من الخط بتاعنا أثناء القص. تمام، هو أنا مش عارفة واضح ولا لأ. مهم جدا إن احنا عاملين النوتشات بتاعتنا، لأن النوتشات دي هنعملها على القماش، وهنشوف مع بعض ازاي قصة البرنسيس لما نيجي ننفذ مع بعض القطعة إن شاء الله، ازاي نشغلها بحيث إن احنا نشرب الاستدارة الموجودة في حدود القصة دي مع الجزء المقابل ليها في الأمام اهو زي ما احنا شايفين. ممكن نعمل نوتشات متعددة قبل القص، ده بيسهل علينا في طريقة التشغيل فيما بعد. كده احنا قصينا الجزء الأول من القصة، بنفرغ بنسة الوسط بتاعتنا، وهنبتدي نقفل بعد كده بنسة الصدر زي ما هنشوف مع بعض كده. يبقى أنا عندي كده الجزء الأمامي جاهز، ده للقصة البرنسيس بتاعتنا اهو زي ما انتم شايفين. لو نلاحظ هنا
مهم جدا وأنا بعمل القصة بتاعتي أكون متأكدة إن الخطوط بتاعتي ناعمة. شايفين هنا الكيرف بتاعنا بالطريقة اللي عملناه انسيابية، في انسيابية، فبالتالي يبقى ناعم أثناء التلبيس، ما يدينيش أي جزء مدبب أو أي جزء منتفخ. لأن هو قصة البرنسيس دي قصة على قد ما هي جميلة جدا، على قد ما هي أي خطأ فيها بيبوظ الشغل. وأنا بستخدم الطريقة دي لو أنا هعمل سماحات الخياطة على القماش مباشرة، إني بطلع من الموديل بتاعي الورق بالصافي بتاعه زي ما احنا شايفين كده. طبعا لو أنا عايزة أعمل قصة، وده اللي هناخده معانا ونبتدي نجهز القماش بتاعنا عشان الموضوع ده، لو أنا عايزة أعمل قصة مختلفة، معايا المرد، معايا تفاصيل، فده اللي هناخده مع بعض نتابعه. لكن كان يهمني هنا اني افصل الورقة علشان يبان معانا حدود قصة البرنسيس زي ما احنا شايفين. وكده لما بنيجي نحطها على القماش ونخيطها بنخيطها على الحدود دي. تمام، يبقى كده احنا معانا النهاردة ازاي ناخد القصات بتاعتنا مباشرة من الباترون، بس هنا مش بسماحات الخياطة، كان الهدف كله ان احنا نوضح قصة البرنسيس. وزي ما عملنا في الامام هنعمل في الخلف، دي حدود قصة البرنسيس بتاعتنا وهنقصها، وبكده بنطلع صافي الباترون بتاعنا. هناخد بعد كده ازاي بقى نطلع لو انا عايز اعمل قصات مختلفة على الدرافت بتاعي، بحيث ان تطلع معايا القصة بدون ما اسيب اي سماحات خياطة على القماش، يطلع معايا الورق مظبوط جدا. ده اللي هناخده مع بعض المرة الجاية، ونجهز مع بعض القماش عشان هنعمل مع بعض جاكيت بقصة برنسيس. ممكن بالنسبة لبنسة الظهر بنحركها ناحية خط الجنب لو احنا عايزين القصة بتاعة البرنسيس في الخلف تبقى أنعم. ممكن نحرك بنسة الوسط، مفيش مشكلة خالص، في حدود معينة. برضو في تفاصيل معينة ان احنا بنحاول نعمل كيرف للجزء الخلفي من الظهر زي ما احنا شايفين. بندخل بمقدار نص سنتي على الدوران بتاع الرقبة للداخل، وبنوصلها النقطة دي بتكون في منتصف المسافة ما بين خط الرقبة وخط دوران الصدر، ونبتدي نوصل بخط مستقيم لغاية النقطة دي، ونطلع منها لغاية دوران الوسط، وبندخل بمقدار 1 سنتي، ده علشان أفرغ الهواء الموجود حوالين العمود الفقري عند منطقة الوسط. وطبعا بكون معوضة عن المقدار ده في الباترون بتاعنا، يعني أنا بكون عاملة حساب 1 سنتي اللي هيتخصم. ده بيدي شكل أفضل جدا لقصة الخلف. وبنبتدي نحط النوتشات بتاعتنا زي ما احنا شايفين، بنكمل الخط بتاعنا للآخر، ونبتدي نحط النوتشات ونفرغ الشكل بنفس الطريقة زي ما شفنا في الأمام. نخلي بالنا دي الطريقة اللي بتستخدم لو أنا حابة إن أقص القصة وأنا حبيت أستخدمها مباشرة على الورق، بحيث إن بعد كده بضيف سماحيات الخياطة على القماش. لكن هناخد مع بعض الطريقة التانية، وهي إني بشف قطعة قطعة من على الباترون علشان أضيف عليها سماحيات الخياطة، وبضيف عليها المردات وكل التفاصيل زي ما هنشوف مع بعض في الحلقات الجاية بإذن الله. وزي ما احنا شايفين قدامنا كده القصة بتاعة الخلف والأمام للقصة البرنسيس، ودي زي ما قلنا دي بدون سماحات خياطة. هناخد طريقة برضو تانية ازاي بنطلع القصة دي بكل تفاصيلها لكن بعمل موديل. يعني أنا كان يهمني هنا في الحلقة دي إني أوريكم ازاي بنقص القصة نفسها، ازاي بنظبط الجيرو، ازاي بنطلع او بنشف القطع الاساسيه ايا كانت القطعه اللي عايزينها. لكن هناخد مع بعض كمان المره الجايه طريقه مختلفه لو انا عايزه اطلعها بسماحات الخياطه بتاعتنا المره الجايه. وهنعمل مع بعض جاكيت بقصه برنسيس، جاكيت بسيط جدا صيفي بقصه برنسيس، لكن
مهم جدًا زي ما قُلنا إن إحنا نتّبع الخطوات مرّة في مرّة، إن شاء الله دايمًا، دايمًا للأحسن. في ملحوظة مهمة كنت عايزة أفكّركم بيها، كنت شرحتها قبل كده على القناة، إنه لازم أراعي اتجاه النسيج، وإن اتجاه النسيج ده هو خط اتزان القطعة، علشان لمّا آجي أقص ما الاقيش أنا قاصة على نفس حدود الباترون، لكن بالاقي جنب طلع منّي أكبر من التاني. ودي كانت مشكلة بتواجه ناس كتير. لو حابين أتكلم عنها تاني بأكتر استفاضة عرفوني تحت في التعليقات، وأتمنى لكم يا رب كل التوفيق، وأتمنى الحلقة تكون أفادتكم النهاردة، وسيبولي رأيكم في الحلقة، ولو ليكم أي أسئلة أجاوب لكم عليها.